بسم الله الرحمن الرحيم. أنا محمد إبراهيم سليمان، رئيس مجلس إدارة الجمعية التعاونية الإنتاجية لخدمات الحاسب الآلي، وكنت أعمل نائب لرئيس مجلس إدارة الاتحاد التعاوني الإنتاجي، ووجدت فيه فساد ليس له مثيل في التعاونيات، إهدار أموال عامة بالملايين. حاربت هذا الفساد، وتقاعس وزير التنمية المحلية عن محاربة هذا الفساد قدمت له استقالة مسببة بوجود فساد. لم يبت في هذه الاستقالة حتى من 13/10/2013 حتى الآن، بخلاف إن أنا قدمت له كافة المستندات اللي بتدل على الفساد، وللأسف لم يبت ولم يحقق في هذا الأمر. وده جه تأثير سلبي عليا، إن في بعض الناس اغتصبوا المال العام. حاربتهم من واقع موقعي في الاتحاد قبل تقديم استقالتي والاستقالة المسببة، ولكن من المنطلق ده بدأت الناس تحاربني. أولا السلطة، الفساد، المعارف، التوصيات، أشياء كتير. النهارده كنا بنفكر إن الثورة هتغير كل الكلام ده، طب بالنسبة للأسف للإضراب اللي حضرتك عامله النهارده نعرف أسباب؟ الإضراب اللي أنا عامله النهارده دي حرب شرسة عليا من ناحيتين. إن أنا مقيم في العقار رقم 60 شارع الجمهورية، لما علمت إن هذا العقار مسروق من بنك ناصر، بلغت اللواء علي مصلحي بصفته وزير التضامن الاجتماعي قبل الثورة، شكل لجنة لبحث هذا الموضوع. عمارتين موجودين في بنك ناصر مسروقين من الدولة، من التركات الشاغرة، بتلاعب من بعض المحامين بتوكيلات مزورة مع بعض الموظفين داخل بنك ناصر، وعندي المستندات الرسمية اللي بتأكد الكلام ده. ولكن للأسف اشتراه المدعو محمود دعي، قام بعد كده برفع دعوى قضائية، تمام، لطردي بعد ما عرض عليا 1.5 مليون عشان اسكت واسيب الشقه وكاني لم يكن، وان احنا بالنسبه لنا لينا شقتين. رفضنا الكلام ده، زور اوراق، والمحكمه قضاه تحكم على صور ضوئيه مجحوده، ورق يخش الدعوه بدون ما توقيع مننا اثناء حجز الدعوه للحكم. فانا بستغيث بوزير العدل، يا وزير العدل، هل ينفع ان محكمه تقول من الثابت من الصوره الضوئيه المزوره وغير ومجحوده، هل ينفع ان في مذكره تتقدم بانها بالنسبه لها اثناء حجز الدعوه للحكم غير موقعه مننا ولا تحمل اسم لينا، وفي اثناء حجز الدعوه للحكم والمحكمه تاخد بيها وتقول له والثابت من الصوره الضوئيه ان هم اقروا بمذكرتهم بان هم مقيمين من 2004 وده العقد الثاني؟ هل ده يجوز؟ طعنا قدام الاستئناف بالتزوير، وبعد طعن قدام الاستئناف بالتزوير فوجئت ان هو مزور توكيل رسمي، توكيل عام رسمي اللي تم التصديق بيه في الشهر العقاري. طلبت من المحكمه تصريح، ادتني تصريح، خدت التصريح ورحت الشهر العقاري الجيزه اطلع صوره رسميه من هذا التوكيل. للاسف ما لقيتش التوكيل له وجود، وادوني شهاده قدمتها للمحكمه، وشهاده طالعه من الشهر العقاري مزوره. وجبت هذه الشهادات وهذه الاوراق تواطؤ خبراء بورسعيد بمستندات رسميه مع المدعو محمود نعمان دعيه، وفي نفس الوقت صدر له حكم. قلت ان انا بالنسبه لي زوجتي مريضه كانسر، رفضت ان هي تخش في مهاترات وقوات امن تخش تدهم الشقتين وتقضي عليها، فقلت ان انا مستسلم للتسليم. فضيت الشقه التانيه اللي كان عايش فيها ابن زوجتي، ونزل بعياله ومراته، وفضلنا احنا بالنسبه لنا قاعدين في شقتنا اللي بالعقد التاني. نفاجئ انه يجيب لنا قوه من شرطه الشرق مع معاون التنفيذ وعايزين يستلموا وينفذوا الحكم. قلت له اهلا وسهلا بتنفيذ الحكم. ثبت في محضر رسمي ان انا بنفذ الحكم حتى على اوراق مزوره، وان انا بحترم الاحكام القضائيه. وفي نفس الوقت بالنسبه لي قلت له تعالى اتفضل استلم، يقول لك اخد الشقتين. هل ينفع يا وزير العدل ياخد الشقتين بحكم واحد؟ هل ينفع القانون اداله السلطه انه ياخد شقتين بحكم واحد؟ الحكم صدر على شقه واحده، معاون التنفيذ اثبت ان هم شقتين، ولكن للاسف معايا شريط مسجل فيديو لهذا الموقف بدون اي رطوش وبدون اي تقطيع. طيب هتستمر في إضرابك لحد إمتى؟ لغايه اولا انا بالنسبه لي مضرب عن الطعام بقالي 3 ايام، ده اليوم الثالث، والشراب، يعني مضرب عن الطعام والاكل والشرب، ومعتصم قدام المحافظه. للاسف اتعمل لي محضر طلبت شرطه النجده، لم تتحرك الجهات الامنيه. بسبب ايه؟ ان مفيش تبليغ للجهات الامنيه من قبل محافظه بورسعيد، مفيش تبليغ من الشرطه اسم الشرق
مفيش تبليغ من النجدة. اتصلت بالنجدة اكتر من 70 مرة ومسجل كل مكالمات اللي بيني وبين النجدة، وللاسف والنجدة برضه عندها اسطوانة مسجلة هذه المكالمات. مفيش حد اتحرك لغايه ما هم ذوقوا مني، قالوا لي هنبعت لك حد. بعتوا لي امين شرطه من اسم الشرق، جالي خد مني سبب الاعتصام وعمل محضر. لما يكون واحد معتصم ومضرب عن الطعام والشراب، هل بالنسبه له يتعارض محضره فورا قدام النيابه اللي يتاخد فيه قرار، ولا بالنسبه له يتعام في درج الاسم لحين ما يموت المتظاهر والمضرب وبعد كده يطلعوه؟ ده يا وزير الشرطه، يا وزير الداخليه، ده بالنسبه له وقت للشرطه الحاليه؟ احنا قلنا الشرطه اخواتنا، وخلاص الشرطه صلحت علاقاتها بينها وبين الشعب، وقلنا الشرطه نسيج واحد من الشعب. النهارده الشرطه بتجامل، وعندي الدليل على كده شرايط فيديو ان اسم شرطه الشرق بيجامل بمأموره. تمام. النهارده والدليل على كده كمان بخلاف افلام الفيديو، الدليل على كده كمان المحضر اللي انا عملته اللي ما يتعرضش وانا مضرب عن الطعام والشراب. ما شربتش ميه من 27 الساعه 10. ان المحضر ده ما يتعرضش على النيابه ويتعامل في الدرج لغايه ما اموت، عشان بالنسبه لهم يمشوا الموضوع للراجل اسمه محمود دعيه اللي كل يوم قاعد عندهم في القسم في مكتب المأمور، وجايب معاه مستشار قديم الدكتور محمد يودار عامل كليه الحقوق اللي اغتصب ارض اصحاب الدراجات وحولته للنيابه من واقع منصبي في الاتحاد التعاون الانتاجي كنائب لرئيس الاتحاد، لان اغتصب المال العام وبدا ان يجري عشان يطمس هذه القضيه، قضيه فساد ومال عام. النهارده لما يكون ان انا بحارب ناس لها سلطان ولها كيان ويتكتل هذه الناس لمحاربتي، القضاء عليا ان ما يطلعليش فلوس من المحافظه، فلوس من شهر 7 موظفه تاخد الفلوس وتعينها جوه الورق ممضي من السكرتير العام بتشكيل لجان تعينه جوه الدرج من شهر 7. المحافظ حول الموضوع للنيابه، تمام، لتحقيق النيابه الاداريه. الله اعلم اذا كان الكلام ده صح ولا غلط. وفي نفس الوقت قال صرف الفلوس من شهر 7، من 16/7 2014 لغايه النهارده ما صرفتش. اجوا امبارح لما انا عملت الاضراب والاعتصام، من اول امبارح جم امبارح بس بيطلعوا لي شيك ب 14,000 جنيه يقولوا لي تحت حساب. هل الحكومه بتاخد يا ناس دفعه تحت الحساب؟ هل الحكومه بتاخد شكر؟ طب ما انا كنت بورط زمان قبل ما يهددني محمود دعيه، تمام، بان هيوقف كل مصالحي. تمام. محمود دعيه بيدعي ان هو ليه نسب بينه وبين المحافظ. هل النسب ده يحق ليه ان حد من المحافظه يوقف لي مستحقات جمعيه مال عام بصفه رئيس مجلس ادارتها عشان في شيكات داخله باسم الجمعيه واخش السجن بصفه ان انا ماضي على الجمعيه، وبصفه ان انا قانون ان انا الممثل القانوني عن الجمعيه كصفه رئيس مجلس ادارتها؟ شكرا لحضرتك.